السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. البنات في هذا الفيديو إن شاء الله تشوفوا معايا وتنتوما مرحبا بكم معايا عند الأخت نتاعي اللي ساكنة ما بعيداش عليا. اليوم عرضت عليا أنا وليداتي وتنقولها شكرا 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 أختي على خطك عليا. قالت لي شنو بغيتي خديجه؟ قلت لها دير لنا واحد القصعه هكايا ديال الكسكسو وصافي وانتم تشوفوا، لاني انا ما كنتش معاها من طيبات هذيك وكنت انا معاها وريتكم المراحل ديالها كيفاش هي تطبخ الكسكسو. دونك هانتوما كما تشوفوا هنايا صافي راه هنايا فورات الكسكسو. شحال فورتي؟ جمرات ولا ثلاثه؟ جمرات ياك فورات جوج مرات، هذه هي الثالثه. صافي هنا واقيلا دير شويه الملح يمكن. لا ديجا درتيه ديجا صافي. استسمح صافي دارت صافي هنايا ونوريكم هي الطبخ ديالها كيفاش. هنا البنات هنا تدير الكسكسو وحده، تدير هنايا الماء وتدير معاه اما نص حامضه او نص مطيشه باش ما تكحليهاش البرمه. وهنايا دارت لاصوص دارت المرقه كما تنقولوا هنايا بالخضره. هنا البنات ما عرفت شنو دارت حتى من بعد نشوفوا من هاد سكيرينا القصعه تاعنا نشوفوها كيفاش دارت. وقبل البنات ما نكملوا ونشوفوا تنطلب من البنات باي او المشاهدين او المشاهدات اللي تيشاهدوا القناه نتاعي لاول مره كما تنقول لكم دائما ضغطوا على الجرس وعلى صابوني اولا ومن بعد على الجرس باش توصلوا بكل جديد من قناه بيوتي باي خديجه. اذا تنقول لكم بقاو معايا ما تمشوش ان شاء الله حتى نشوفوا من اختي تسقي القصعه نتاعنا. وهذه هي القصعه نتاعنا او الطبق ديال الكسكسو. جا هائل البنات، ذقت اللاصوص ديالو جا روعه روعه روعه. اذا تنقول لكم الا توصلتوا بهذا الفيديو في وقت الغداء تنقول لكم بصحتكم وراحتكم، او في العشاء بصحتكم وراحتكم، واللي تتوحم تسمح لي بزاف بزاف وحقها في الجنه. اذا تنقول لكم نتغداو ان شاء الله ونتلاقاو من بعد. مع السلامه من بعد ان شاء الله نتلاقاو. هنا انتما كما تلاحظوا هنايا الاخت نتاعي في الكوتي تصاوب لنا هاد لاطاغ اللي هنا لاباط فويتي ديجا شاريها ديال البنات. انا هكا بالزربه بغيت نمشي هكايا لداري. وهنايا قطعت هنايا جوج حبات ديال التفاح اللي درتهم هكايا على هذا الشكل الهلال، وان شاء الله نشوفوها يمكن شنو دير. لا هاد لاطاغ ديال التفاح البنات ساهله 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 بالنسبه للسيدات اللي تيكونوا هكا مزروبات. لاباط هذه تتكون في المحلات التجاريه تاخذيها هكايا وصافي ان شاء الله. وحنا نوريكم هنا تستعمل معاها 3 البيضات يا بخي حنا نشوفوا معاها. دابا صافي انتم كما تلاحظوا هنايا حطيت هنايا انا كملت لختي كملت لها لاطاغ. هنايا شديت الكومبوت 3 البواط ديال صغار ديال الكومبوت درتهم فيهم التفاح وفيهم الخوخ اللي كان موجود عندها. يمكن اللي عندكم موجود البنات ديروه، راه في الاخر تجي لاطاغ تجي هائله. صافي هنايا التزيين درت ليها هكايا. غنبقى على هاد العمليه ومن بعد ندردر عليها لافاني وشويه ديال القرفه وصافي ان شاء الله. من بعد نشوف ان شاء الله الطبق نتاعنا او لاطاغ نتاعنا النهائي. شتي هانتوما كما البنات شتي كي تجي روعه روعه، وان شاء الله تكون اروع من بعد ما خرجوها من الفرن. هنا البنات ندير واحد الكيكه دغيا هكايا بالزربه. هنا درت 4 البيضات عاديه هذه راه معروفه البنات. تنضيفوا ليها كاس ديال السكر الخشن او الحبيبات او السنيده، وتنضيفوا ليها كذلك كاس ديال الزيت. يمكن السيدات الا بغاو يزيدوا شويه الحلاوه يمكن لكم، وكذلك الزيت النباتيه
يمكن ليكم. لا صافي. وهنايا غنضيف كما قلت لكم كاس. هنايا عندك هذا شبيه بالكاس العنبه. والان هنخلط هاد العناصر. يمكن لك تستعملي الخلاط الكهربائي او اليدوي بحال. انا هنا البنات كما قلت لكم، انا هنايا شوف كما تنقول لكم دائما، نجي عند اختي نخدم انا بيديا. ومن بعد ضيف ليا هذا دانون، ضيف ليا من بعد تضيفوا واحد العلبه ديال الياغورت طبيعي. صافي. واحد رشه الملح قليل، قليل الملح. صافي. هنا صافي. هنايا ضفت 3 الكيسان ديال العنبه تاع الدقيق، ودرت واحد فاني، وهندير هنايا باكيه ديال الخماره كما تلاحظوا. هنا عندي 15 غرام، وهنا ندير هنا نكتفي غير باكيه وحده، ولا عندكم ديال 7 أو 8 ديروا 2 ساشيات. صافي. هنايا هنخلط هاد المواد. ولا شفت البنات الدقيق ما تيشرب لياش، غنضيف الكاس الرابع. البنات ما نتوما يا شوف الاخت ديالتي راه الكوشيه عندها خدامه. لا تقولوا كيفاش كانت تخدم باليمنيه ورجعت تخدم باليسريه، تبارك الله عليها. وهنايا كما تلاحظوا ضفت له حبيبه ديال الشوكولا، وصافي نحطو في المول اللي دهناتو الاخت ديالي بالزبده، ودرت عليه الدقيق هكا ما تلصقيناش الكيكه تاعنا. وصافي ندخلوا الفرن على درجه 180، وان شاء الله من طبعا نتوما تشوفوا ان شاء الله طاوله الكوتين تاعنا. اذا بقاو معايا ما تمشيو فيه. صافي. وهذه هي الكيكه تاعنا، انا ندخلها الفرن وحتى من بعد ان شاء الله. صافي. هذه هي الطاوله ديالنا ديال الكوتي. ها لا طاخت ديال البنات كي جات رائعه رائعه رائعه. وهنا هذا الكيك العادي اللي صايبته. وصافي هنايا القهوه والحليب والقهوه. صافي الكوتي عادي. وصافي هذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله نتلاقاو من بعد. صافي. هنايا من بعد انا راجعه للدار عندي بعد ما دوزت واحد النهير هكايا. الواحد صار شونج البنات هكايا السبت ولا الحد الواحد يمشي عند الاهل والاحباب، تتبدلي عليك واخا تنقولوا تتبدلي دار بدار او حيط حيط تتبدلي. وصافي بليزير بور لي زونفون الدراري وميم الوالدين. صافي هادشي ما كان. ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. صافي حبيت غندير لكم هذا الفيديو خاص باليوم اللي مشيت عند اختي وكي دوزتو، وهذا ما كان. واش نقول لكم، نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هنا البنات هنايا كما تلاحظوا هنا العشاء درتو خفيف هكايا لوليداتي. هنا شديت 2 حبات ديال البصله، درتهم شويه معاها الثومه
حبيبات. درت تقريبا واحد 4 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، وخليت حتى هبطت ليا البصله كما تلاحظوا هكذايا، وزدت عليها الكفته اللي درت فيها قليل من الملح، قليل من الكمون، قليل من الفلفل الحلو، وقليل من القزبر حبوب البنات مطحون هكا، تيجي رائع 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 وروعه. وقليل من القرفه كما تنقول لكم دائما، زيدوا شويه ديال القرفه كتعطي واحد اللذه هائله. دونك هنا البنات غنخليه حتى يطيب ليا هكا شويه، وغنضيف له البيض بحكم وليداتي تيبغيو معاها مع الكفته والبصله تيبغيو البيض، تيجي رائع. ويمكن لكم تزيدوا عليها من الفوق البنات اللي محب من الفلفله الحاره، تجي روعه 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 البنات. دونك كنخليكم نطيب هذا ونوريكم الوصف ان شاء الله، الطبق النهائي ديال العشاء هذا نتاعي. انا حبيت ندخل معكم في الروتين، ما بغاش نديرو في فيديو خاص بهذه الاكله، فحبيت ندخلها في الروتين اليومي في نمشي، ودرت لكم هذا العشاء ديالي خفيف ظريف هكايا مع وليداتي. صافي نخليكم بقاو نتلاقاو ان شاء الله. صافي هنايا هانتوما كما تلاحظوا انا درت هنا 3 البيضات، وصافي نخليهم نغطي عليهم طنجره. يمكن لكم ديروها في طنجره، يمكن لكم ديروها في مقلاة. وصافي هانتوما كي تيجيو متى تغطي عليهم تيتغطى البيض. وهذا بالنسبه للمبتدئات ساهل ساهل ساهل. يمكن لكم ديروه بالمطيشه وتقلوا البصله، او من غير البصله والكفته والبيض تيجي هائل البنات وخفيف. صافي هادشي اللي كاين. وهذا هو الطبق نتاعنا، تيجي هائل هائل هائل. هانتوما هنايا يلا كي وضعته في الصحن، شي كي تيجي رائع بدون طماطم، تيجي روعه روعه روعه. غير هو هنايا خصكم تكثروا شويه ديال البصله وتشلضوها، تقطعوا هذيك مربعات صغيورين وتخليوها حتى تطيب مزيان مزيان مزيان، اي تتهبط وتتحمر لينا. عاد من بعد تنزيدوا الكفته اللي حتى هي باش تنزينوها وباش تعطينا اللذه بالقزبر الحبوب وشويه ديال القرفه. وهذا هو الخبز نتاعنا اللي هنايا هكايا قطعته هكايا، وصافي هذا ما كان. دونك تنقول لكم تنتلا كنتو تتعشوا ولا تتغداو بالصحه والراحه، والى فرصه مقبله بحول الله.